السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ ازاي تذاكر كيمياء؟ هو مبدئيا يعني بعيدا عن اي حاجه، انت ازاي تذاكر عموما كثانويه عامه؟ اللي انت بتسمع المحاضره بعدين بتخش على الدرس تحفظ الحاجه اللي ممكن تتحفظ كمعادله مثلا، كمعلومه في الباب الاول، كل الباب الاول اصلا بيتحفظ كمعلومه بتحفظها. بعدين تخش برضه لو في حاجه مهمه انت مش عارف تحفظها تكتبها مره واثنين وثلاثه في كراسه خارجيه، بعدين تخش تحل. دي طريقه مذاكره اي حد اللي المفروض يمشي بيها، وان شاء الله تجيب مجموعه عاليه لو انت ماشي بطريقه المذاكره دي. وفيما بعد بقى ممكن قبل كل امتحان في درس ولا حاجه تقوم مذاكر، مراجع بقى قرايه سريعه وتحل لو في اسئله موجوده هتحلها تاني. دي طريقه المذاكره الاساسيه اللي انت تثبتها. نيجي بقى في الكيمياء نفسها، عندك اول حاجه مثلا الباب الاول ده كله حفظ. سكنديوم بقى، خرسين، الخرسين مش من السلسله الانتقاليه الاولى، انت طبعا تلاقيك هايز دلوقتي في الحوارات دي. هتيجي بعدها المفروض الباب الاول كله بيتحفظ، خلينا متفقين. الباب الثاني بقى كله الوان، معادلات، مسائل حسابيه، مش عارف ايه مش عارف ايه. بص، مبدئيا المعادلات والالوان بتيجي بكتر الحفظ، كتر التكرار، هتكررها طول السنه فهتحفظها. طبعا انا ممكن اقول لك ان الكلام ده موجود في ورقه المفاهيم، بس انت يا حبيب قلبي انت ما بتعتمدش على ورقه المفاهيم اخر السنه الا في حاجات انت نسيتها، مش انت داخل معتمد عليها. لو انت اتزنقت في اخر السنه ممكن تبقى تخش تعتمد عليها، بس انت مش داخل تعتمد عليها. تمام؟ ده الباب الثاني، اغلبه برضو حفظ زي الباب الاول. الباب الثالث والباب الرابع اهم بابين في الكيمياء، بيعتمدوا على الفهم. لازم تكون فاهم المعادلات، لان المعادلات مش زيها هي اللي تخر السنه. دي حاجه انت لازم تكون عارفها. زيها زي العضويه برضو فيها معادلات كتير قوي، ما بتجيش هي زي ما هي في اخر السنه، لا خالص، بتيجي تطبيق عليها. لازم تكون فاهم المعادله بتيجي ازاي وبتوزن ازاي عشان تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ودي طريقه المذاكره زي ما انا قلت لك في الاول. تمام. تقول لي ايه احسن كتب في الكيمياء اعتمد عليها في الحل؟ هقول لك كنت مصور فيديو 4 دقايق ملخص كل المواد، فايه هتلاقي الفيديو في التعليق المثبت. بالنسبه بقى تاخد عند مين، خالد صقر ولا محمد عبد الجواد ولا عند عبد الله الحبشي؟ مبدئيا خالد صقر طبعا شرح حلو، انا كنت معتمد عليه كمعاذ، شرحه حلو، حله حلو. هل كتابه يعتمد عليه في الشرح؟ لو انت بقى هتقول لي انا هجيب كتاب شرح امتحان ولا اعتمد على كتاب خالد صقر، كتاب الشرح الامتحان حلو، كتاب شرح خالد صقر حلو. جبت الامتحان خلاص اعتمد عليه. هتجيب كتاب مستر خالد صقر خلاص اعتمد عليه، كلهم كتابهم شرحها حلو. تمام. هل مستر خالد صقر يعتمد عليه؟ يعتمد عليه. ايه عيوبه؟ الصراحه انا كمعاذ وجهه نظري ان خالد صقر مش اقوى حاجه في المعادلات الباب الثاني او المسائل، هو مش اقوى حاجه فيها. وبرده العضويه من الاخر، من النص الثاني عضويه كده، مش هتلاقي احسن حاجه في العضويه. ده من وجهه نظري. بس هو كباقي شرح لا، انت ممكن تعتمد عليه، وانا حتى كنت معتمد عليه في العضويه برده الباب الثاني، بس حسيت ان في شويه كسور، مش عارف مني ولا منه، بس كنت حاسسها منه الصراحه يعني. خش بقى في مستر محمد عبد الجواد، هل ممكن تعتمد عليه زي خالد صقر بالظبط؟ بص، تعتمد على كتابه، عايز اعتمد على كتابه، عايز تجيب كتاب من بره تعتمد عليه في الشرح، ماشي اعتمد عليه. هل مستر محمد عبد الجواد شرحه حلو؟ شرحه حلو. وهنا بقى شرحه حلو في الباب الثاني في المعادلات والمسائل، وفي الجزء الثاني عضويه. ده الكسور، هو بيعوض هنا الكسور بتاع خالد صقر اللي فيه نوعا ما، عشان ما حدش يقول لي انت ازاي تشتم في خالد صقر. ماشي، هنا بيعوض الكسور. وحتى برضه انا كنت في اجزاء الصراحه في الباب الرابع مش فاهمها من خالد صقر، سمعت كام فيديو لمستر محمد عبد الجواد عليه، فكنت فاهمها منه الصراحه قوي يعني. بالنسبه لمستر عبد الله الحبشي، فهقول لك الصراحه انا ما جربتوش، بس ليا اصحابي كانوا بياخدوا عنده جايبين 60 و59 ودرجاتهم حلوه. انا كنت معتمد عليه مع خالد صقر في اولى وثانيه ثانوي، عشان مستر خالد صقر ما كانش بينزل اولى وثانيه ثانوي الصراحه ببلاش على اليوتيوب، هو مستر عبد الله الحبشي بينزلها على اليوتيوب، وحتى ثالثه ثانوي بينزلها ببلاش برضه على اليوتيوب كل الفيديوهات. هل بقى انت تتابع معاه النص عشان تجيب كتابه وشرح وحل؟ هو كشرح وحل برضه جبار عادي، ممكن تعتمد عليه في كل حاجه، وما عندوش بقى كسور باب تاني ولا عضويه ولا هنا احسن ولا هنا احسن، ممكن تعتمد عليه جدا. وحتى هو عامل منصه جديده مش عارف اسمها تبيان ولا بيان حاجه كده يعني، اللي برضه هتبقى مجانيه. فبتقول لي بقى اخد عند خالد صقر ولا عبد الجواد ولا عبد الله الحبشي؟ بص، خد عند اي حد، انا مش فارقه معايا، لان كده كده انا مؤمن ان 80 20% من المدرس و80% عليك. لا بجد، 80% عليك، مش 50 50، لا هو 80% عليك. هتقول لي بقى اخد عند استاذ فلاني، ما تخشش تقول لي عند استاذ مش عارف مين. يا ابني انا مش السجل المدني عشان اعرف مدرسين الجمهوريه كلهم. تمام؟ فانا عايزك تاخد عند اي حد، بس انت اللي تشتغل على نفسك، وانت اللي تحل وتتعلم من اخطائك، وبس كده خلاص. ربنا يوفقك.